إياكم أن تتأثروا بالوسائل وبالبرامج والمسلسلات التي تجر النساء على وجوههن والتي تفسد النساء. إياكم أن تتأثروا بهذه الأشياء. إن هنالك برامج ومسلسلات وهنالك مما يعرض في القنوات وفي غيرها من أماكن الفتن كلها جرجرة للمسلم ولأهله إلى الفتن، فلا تفرحوا بالرؤية لهذا والاقتراب من هذا والحياة ما بين حين وآخر مع هذه المناظر القبيحة. والفتنة العظمى أن هنالك من جعل وجود وسائل التواصل الاجتماعي فرصة له ليعيش مع النساء في أكثر أوقاته، يبحث عن هذا ويريد يتصل بهذا ويعيش مع هذا إلى غير ذلك من أنواع الفتن. هذه حياة اللئام، حياة الذئاب البشرية، حياة السقط من الناس، هذه حياتهم التعسة العفنة عياذا بالله. فالشخص يتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله ويحافظ على أعراض المسلمين.